بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تزال المدرعات هي المقبرة التي ينفق على أسوار الجنجويد، وهم معها كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. في كل هجوم عليها تشهد نفوق العشرات على أسوار من الجنجويد، وجثثهم مشتتة الآن في كل مكان حول المدرعات. لم يصبح هجومهم على المدرعات هو الهم والشاغل الآن لقواتنا المسلحة، بل أصبح الهم هو أين توارى جثثهم القذرة عقب إبادتهم في كل هجوم جديد. في الأثناء خرج علينا عبد الرحيم دقلو الجابل بلو زقلو، خرج علينا في مقطع فيديو لو أرسل للجنة تحكيم Arabs Got Talent لماتوا وجمهورهم من الضحك ولاختاروه بالإجماع وبلا منازع بديلا للممثل الكوميدي المصري القدير الليمبي. خرج عبد الرحيم دقلو وهو كعادته يهرف بما لا يعرف بحديث السمج المقرف، يقول كلام أشك أن مشاهدي القناة العربية التي استضافته فهموا منه جملة واحدة. والدعم السريع محمد حمدان دقلو أول ما تلوا البرهان وكنا موجودين مسكوا البرهان ويبكوا فيه، كل الضباط مسكوا البرهان ويبكوا فيه. قلنا لهم ده شنو يا جماعه؟ انا شخصيا ما عرفت للامانه، ما عرفت البكا وصلت هذه النقطه. وش الرجل محمد حمدان يعني وضحت هذه النقطه. يعني وقام قال ده شنو يا جماعه؟ قال كل شيء وتحدث عن أي شيء بلغة الفجة ومصطلحات السوقية وجهله المفرط، إلا أنه لم يقل لنا أين أميرهم المفدى وقائدهم فريق الخلا الهالك حميدتي، ولماذا لا يخرج للعلن ويتحدث أمام الفضائيات كسابق عهده ويملأ الدنيا ضجيجا ووعيدا وكذبا وهراء في الفارغة والمقدودة زي ما كان بيعمل معنا. بل لم يحدثنا كيف هو شخصيا هرب من ميدان المعركة وولى الدبر لحد ما مرق في نيروبي الماهنة بحسب ما زعمت القناة اللي استضافته. يحدثنا عبد الرحيم دقلو عن هروب قائد الجيش الذي يصول ويجول داخل بلاده ويلتقي نظراءه من الرؤساء في دولهم ويعود لدياره متناسيا انه خرج بشق الانفس في عملية هروب جبانة ومعقدة عبر الحدود، وتم اجلاؤه من مطار دولة حدودية عبر عملاء دوليين ودول متورطة معه في هذه الحرب، ويتخفى كمن لص ويصور نفسه حتى في لقائه مع القناة وهو في ركن منزوي حتى لا يتبين للناس في أي مخبأ يتخبأ هو كما الجرذ ويحدثنا عن الهروب. نعم، خرج البرهان من قيادته العامة التي كانت ولا تزال حصنا حصينا ضد أطماعكم الدجلاوية التي تبخرت بنيران ومدفعية جيشنا الباسل. غادر البرهان بطائرة صغيرة كانت أو كبيرة في فعل شجاع قل أن يقوم به قائد جيش ورأس دولة في عصرنا هذا وفي مثل هذه الظروف. تحدى قناصتكم ومضاداتكم وثنائياتكم وكل أسلحة الكفيل اللي جلب لكم للاستيلاء على السلطة، وفشلتم وخاب سعيه لأنه ظن إنه ساعي له رجال، فطلعوا مجرد سعية من البهم والهوام، دلاجين لا تقاتل إلا بالسحر والشعوذة والحجبات والقرود. خرج البرهان وخابت نيران مدفعيتكم المأجورة في إيقافه أو إسقاط طائرته في عملية ستدرس في الكليات والمعاهد العسكرية داخل وخارج السودان، وسيكتب التاريخ أن قوات ضخمة مدججة بأحدث أنواع الأسلحة وتوفرت لها كافة المعدات والآليات العسكرية كانت موزعة في كل مداخل ومخارج المنطقة العسكرية المركزية والقيادة العامة. وثقت فيهم القيادة وأكرمتهم كرم لا أول ولا آخر ليه، منحتهم المال، منحتهم الذهب، السلاح، الرتب والمواقع العسكرية، وعينة الجهلول حميدتي نائب لرئيس السيادي وأخوه لفريق خلو قائد تاني للقوات. لكن فعلا إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرده. كانوا موزعين كحراسات وقوات متمركزة منوط بها حراسة وتأمين هذه المناطق العسكرية. قامت في ساعة غدرهم الصفرية بمحاصرة زملاء تناولوا معهم قبيل ساعات وجبة العشاء، وزملاء كانوا بيستعدوا عشان ما يشربوا معهم شاي الصباح، ففوجئوا بفهوات البنادق المأجورة وهي موجهة لرؤوسهم وصدورهم، فقاموا بأسرهم واستخدامهم كدروع بشرية وبدأوا مخططهم القذر بمحاصرة القيادة العامة وقادة الجيش
وأسرهم. حاصروا أسر القادة وكبار الضباط في حي المطار العسكري ووضعوهم تحت الإقامة الجبرية بسلاح الغدر والخيانة. حاصروا مقر جهاز المخابرات العامة، حاصروا مدرسة الاستخبارات العسكرية، إشلاق القيادة العامة والمطارين المدني والعسكري. حاصروا كل هذه المناطق غدرا ما رجال وحمرة عين لم يدخلوها فاتحين، بل خائنين في فعل جبان ورخيص لا يشبه إلا آل دقلو ومرتزقتهم. ورغم ذلك صمدت القيادة العامة وثبت القائد بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم ببسالة ثلة من الحرس الرئاسي الأبطال الذين سيخلد ذكرهم التاريخ، ثم بخبرة وحنكة ودراية القادة استطاعوا فك هذا الحصار، بل واستطاعوا تشريد هذه الميليشيا المرتزقة وتشتيتها وتدمير كل مقارة ومعسكراتها في كل ولايات السودان، حتى أصبحوا هائمين على وجوههم كما الأنعام من بيت لبيت، فتحولوا من جنود إلى مرتزقة ومن عسكر إلى حرامية ونهابين وقطاعين طرق وهنباتة. فعل فيكم الجيش ده كله وتوج ذلك بخروج قائد من حصاركم المزعوم للقيادة وترككم وكأنما على رؤوسكم الطير على قدم كل واحد فيكم حفنة من تراب المذلة والمهانة والهزيمة، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. تنظروا في بلاها للبرهان وهو يطير من فوق رؤوسكم، وإنتم بتنظروا لطائرته وهي تحلق في الفضاء، ولا تملك من أمركم شيئا سوى التباكي مثل تباكي عبد الرحيم وهو يقول في حسرة إنه قائد الجيش قد هرب في طائرة صغيرة جدا. الآن يا عبد الرحيم دقلو صرت مطارد من كل الدنيا، فأين المفر؟ أين الملاذ والمستقر؟ أين الحاشية والحراسات والقصور والمقر؟ أين المال والذهب والدرر؟ أين الحسان الغيد والموالي والغجر؟ أين السلطة والسطوة والبطش والآمر ومن أمر؟ ترى هل بدأت تغني بصوتك الأجش القبيح لسلطتك التي زالت ومالك الذي ضاع ونجمك الذي أفل وكرسي السلطة الذي لفظك؟ تغني في رمشة عين بعدوك يا حبيب، فبعدما أعلنوك مجرم حرب دولي وجمدوا حساباتك البنكية ستصبح كما الأجرب يا عبد الرحيم، يتحاشاك القريب قبل البعيد، بدءا من دولة الكفيل التي أجرت معك اللقاء الكوميدي وزعمت إنك في نيروبي حتى تنفي عن نفسها مجرد تهمة تواجدك فيها. حتى نيروبي يا عبد الرحيم دقلو ستكون حريصة على أن لا تقربها، حتى عرمان حيفر منك، فأنت الآن ما بتلزمه، بل أنت بقيت مجرد زول شبهة بالنسبة له، وبسنينة يضحك على بسنينتين. حيتبرؤوا منك كل مستشاريكم وحيديروا لك القحاطة ظهورهم، ولن يردوا عليك حتى في هواتفهم بعد ما كانوا واقفين لك صف يطلبوا ودك ويسعوا لإرضائك. لن تخرج التظاهرات من أجلك يا عبد الرحيم دقلو رافضة لقرار اتهامك الدولي، لن يتبرع ولا حتى محامي مغمور للدفاع عنك، الكل فر منك، حيتركوك لمصيرك المجهول، وستتحول من قائد لقوات كنت ملء السمع والبصر طالع بطيارة ونازل لعربية وحراسات ومنجهة إلى شخص مطارد حقير ذليل يتحاشاك كل من كانوا بيشتغلوا معك. أصبحت يا عبد الرحيم دقلو للقحاطة شيك بلا رصيد، وديل يا أخوي ناس حاضرة وكاش، الكاش اللي بيقلل النقاش، حبل بلا بقر. أصبحت عبارة عن وجبة معلبة منتهية الصلاحية لن يقربها أحد ليتناول منها شيئا خوفا من أن يتسمم، بضاعة كاسدة في سوق مدفسه، ما حيحاول أي تاجر من تجار الحرب اللي كانوا حولك مجرد التفكير في أنه يروجها أو يعيد تعليبه. سينفض من حولك الجميع يا عبد الرحيم دقلو، فقد أصبحت مفلسا، ورأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. باختصار الآن بينطبق فيك المثل اللي بيقول العرجة لمراحة انطباق كامل، لأنك كنت أعرج في كل شيء، في تصرفاتك الحمقاء الغبية، في تهديداتك ووعيدك الأرعن تارة لقيادة الجيش، وإنت بتنسى نفسك وتوجه الأوامر لقيادات رفيعة في الجيش من واحد ضابط خلا جهلول زيك، وتارة تقول بكل تجبر هي الخرطوم دي حقت أبو منو، وأظنك الآن عرفت الخرطوم أبوها منو وأمها
منو تماديت وانت بتهدد اهالي مروي في الشمال بعنصريتك البغيضة وانت بتقول انك حتدخلها، فلما دخلت قواتك قبضوهم كما الخراف وشحنوهم في ظهار البكاسي وسلموهم للجيش. كنت أعرج في كل خطوة من خطوات حياتك البائسة يا عبد الرحيم دقلو، فكان لابد لك أن تعود من حيث ما أتيت، وفعلا العرجاء لمراحة. وقريبا ستعلن ميليشيا الدعم السريع المحلولة كجماعة إرهابية، وحينها سيفر منك حتى العملاء الدوليون، وأول دولة الكفيل ومكفول طه الذي أوغل في دروب العمالة وتاه، سيفر منك روتو متناسيا إنكم انتو اللي مولتوا له حملة الانتخابية. حيكبر منك السمسار الأفريقي موسى فكي بعد ما ساومكم على 2 مليون دولار له ومثلها لولد لبات في مقابل تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي والإبقاء عليها مجمدة، ومحاولة التضييق عليه ومحاولات موسى فكي البائسة والخائبة في أنه يفرض علينا قوات إيساف الأفريقية. سيتحاشى موسى فكي من الآن فصاعدا أي ظهور له مع مستشاريكم الأغبياء، ولو من باب أخذ الصور التذكارية كما كان يفعل ويتذلل كأحد أمثلة العار وعبدة الدولار. وسوف لن يتجرأ ولد لبات العجوز المتصابي المكسور المفزور على أنه يحاول أن ينفخ فيكم من روح البائسة، أو أنه يتطاول على حكومتنا اللي كانت بتفتح له أبوابه وتكرم بما لا يستحق، فكان آخر الجزء أذى وألفاظ نابية تشبه وتشبه أخلاق المشكوك فيها. وإن الرجال معادن ورخيصها لو نسمة مرت عليه تأكسد أيها المكسور المفزور. وولد لبات في خطابه السافل ذو اللغة المنحطة مثل لوزارة خارجيتنا وهو الموظف الأجير المرتشي ذكرني بنقطة الجرذ مع التمساح الجرذ اللي بعد ما حشش وشحشع والقصة طارت له في راسه نظر فوجد تمساح فقال له الجرذ الحقير قال له انت ضب مجنون ولا شنو؟ فضربوا التمساح ضربة لازب واحدة ما تناها فطار ذيله في مكان وراسه في مكان آخر. فاقرأ وتمعن يا ولد لبات وانت بتحتضن المال الحرام ال 2 مليون دولار اللي اشتراك بها حميدتي عشان ما تعمل لصالحه كنائحة مستأجرة. اقرأ في قول الشافعي رحمه الله وهو يقول في مثل حالتك هذه لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب. وستمضي قافلتنا يا ولد لبات رغم نباحك ورغم تآمرات موسى فكي السمسار الأفريقي. سيذكركم التاريخ بأفعالكم الحقيرة ومنظماتكم الأجيرة، وستخيب كل مساعيكم ومخططاتكم الفطيرة. ويعلم إنه نحن المن جمع لفارغ كول لمتنا تعلو على مقاليد السمات، همتنا نحن في العرب مقت خبر، ذمتنا تيجان الملوك تعمل حساب عمتنا. فاللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم هم وكل من أراد بنا وبالسودان شرا وسوءا الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأخيار الأبطال، عاجل الشفاء للجرحى والمصابين والحرية لأسرانا الكرام والنصر لقواتنا المسلحة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.